تحذير: هذا المحتوى لا يمت للواقع بصلة، وقد يحتوي هذا الفيديو على مشاهد عنف خيالية لا تمت للواقع بصلة. جميع الأحداث والشخصيات من وحي الخيال، ويعرض المحتوى لأغراض الترفيه والتحليل فقط. ننصح بالمشاهدة لمن هم فوق 18 سنة. شفنا في الحلقة اللي فاتت ازاي بطلنا قدر يتعامل مع المشكلة اللي في المستشفى وسيطر على سونج ورجعه لطبيعته. ساعتها سونج راح وخلص على جين وكل الناس اللي كانوا مدمنين بقوا كويسين. بعدها بطلنا اتحرك للمنطقة اللي كان فيها أخته التانية، وهنا يون قالت له إن الضابط صحي واتكلم بطلنا معاه. عرف إن كان في عملية انقلاب في البلد وإن لازم يروح لهيئة الأركان. وشفنا لما الضابط اللي في هيئة الأركان طلب من بطلنا إنه يساعدهم عشان ينقذوا المستيقظين اللي في المحطة، وراحوا واجهوا جيش الهياكل وخلص بطلنا عليهم. بعدها جه وفاجئ فارس الهياكل العظمية وقدر إنه يخلص عليه كمان. ولما رجعوا أخد بطلنا هليكوبتر عشان يعدي الجدار اللي بيقفل على المنطقة اللي فيها أخته التانية. وفي الآخر شفنا قدرة يونج بتشتغل وإنه إزاي يستخدم 50 حجر عشان يشغلها. يا ترى عملوا إيه بعد كده؟ تعال أقول له. بيركبوا الهليكوبتر وبطلنا عمال يعيط، وطبعا يونج بيكون فرحان قوي وبيقول: إحنا لسه عندنا شوية وقت قبل ما نمشي وتقدر تجهز نفسك للرحلة، وهقول لك أنا لما هنتحرك. بيكون يونج بيشتغل بسرعة رهيبة بإيديه على الزراير اللي في الطيارة، وبطلنا عمال يبص له وبيفكر إن يونج باين إنه مشغول، فبيقرر إن هو لازم يعمل حاجة ويشوف الحاجات اللي كسبها. بيفتح الشاشة وبيظهر له الحجرين الكبار اللي كسبهم وحجر التعزيز بيكون من المستوى دي. أما بالنسبة للحجرين فكل واحد منهم يساوي 100 حجر مان عادي، ومعنى كده إن بطلنا معاه 200 حجر، وبكده عدد الأحجار اللي بقت معاه هي 1393 حجر. بيكون بطلنا شايف إنه خلص على عدد كبير من الهياكل في مهمة الإنقاذ، وبس ما كانش متوقع إنه هيجمع كل الأحجار دي، فبيقرر إنه لازم يترقى بالمستوى ويستخدم 1000 حجر عشان يزود مستوى الفضاء الفرعي. بيفتح معلومات حجر التعزيز وبيشوف إن الخاصية بتاعته هي النار، وبيعرف إن الأحجار دي ليها نفس أصل أحجار المانا العادية بس عندها خصائص إضافية وممكن الواحد يستخدمها في وقت استخدام نظام الاستيقاظ. فبيعرف بطلنا إن الحجر ده مختلف عن أحجار المانا عشان ليه خصائص وصفات معينة، أو بمعنى تاني الحجر ده زي فارس الهيكل العظمي بيدي خصائص نارية، بس بطلنا مش عارف قد إيه هي قوة التعزيز. لكن بيقرر إن يعزز كرة البولينج، فبتتفتح البوابة وبيقول للدرون: أنت هتقدر تسجل العنصر ده كعنصر جديد، عاوز تسجله؟ بيوافق بطلنا وهو بيفكر إن كرة البولينج كان ليها تأثير كبير لما خلص على فارس الهيكل العظمي، عشان كده هو اختارها. وهنا بيقول يونج: إحنا دلوقتي هنتحرك، امسك كويس وخليك جاهز. بيبتدي محرك الهليكوبتر يشتغل وبيقف القائد وبيحييهم وبيقول: أتمنى إنك تقدر تنقذ كل عيلتك وترجعوا بأمان وسلام. بيشاور له بطلنا وبيبص للشاشة اللي بتقول له إن المستوى تم رفعه وبقى عنده عناصر جديدة وعناصر إضافية ممكن يحسنها. طبعًا بطلنا بيتصدم من اللي بيشوفه، وبيكون القائد لسه بيحييهم والطيارة بتطلع في الهوا وعمال يفكر لأنهم لما يرجعوا ممكن يفكر بشكل إيجابي عشان ينضم ليهم، خصوصًا إن اداهم أحجار المانا هدية عشان يخليهم يطمعوا وينضموا ليهم. بس ساعتها بيتفاجئ من رد فعل بطلنا اللي بيبص قدامه وهو مصدوم، وبيكون فاكر القائد إنه عمل حاجة غلط. لكن بطلنا مصدوم من المعلومات اللي قدامه على الشاشة زي مختبر البعد الفرعي، واللي ليه مميزات مختلفة زي التحول وتأثير الشفاء الضعيف وتسجيل الكائنات الخارجية اللي بتناسب الفئة في الفضاء الفرعي. طبعًا بعد الترقية دي بيكون شايف بطلنا إن أكبر عيب في قدرة الفضاء الفرعي إنه مش بيستوعب إلا هدف واحد بس. أصل بطلنا كان بيخزن حاجات مش قياسية زي المركز اللوجستي والقاعدة العسكرية، وطبعًا كان بيستخدمهم بشكل كويس، بس هو ما يقدرش يستخدم أي حاجة مش متسجلة، وموضوع التخزين ده صعب. لكن دلوقتي بقى قادر يسجل أي حاجات جديدة جوه الفضاء الفرعي. أما بالنسبة للفئات فهو يقدر يسجل على حسب الفئات الموجودة جوه الفضاء الفرعي. يعني مثلًا عنده فئة القاعدة العسكرية والهليكوبتر اللي راكبين فيها دلوقتي هي عسكرية. وفعلا بيظهر لبطلنا رسالة لو عاوز يسجلها في الفضاء. بتكون تكلفة التسجيل 107 حجر، وبيكون القائد رايح ناحية السلم عشان خاطر يرجع لمكتبه تاني، لكن بيقف فجأة وبيبص وراه فبيلاقي الهليكوبتر راجع ناحيته. بيقول لنفسه: هم رجعوا ليه؟ معقولة في مشكلة في الهليكوبتر؟ وهنا بتتفتح بوابة فوق السطوح وبتبتدي الطيارات اللي على السطوح تتحرك بشكل غريب زي ما تكون بتتسحب جوه البوابة. بعد شوية بتتقفل البوابة وبترجع الهليكوبتر اللي فيها بطلنا تطير لبعيد تاني، والقائد عمال يبص لهم وهو مش فاهم أي حاجة من اللي حصل. بنروح دلوقتي للمنطقة اللي فيها الجدار وبنشوفه ازاي وصل لمرحلة ابتدى يقفل فيها على نفسه. وفي قلعة ضمن المنطقة دي بيكون فيها شبابيك كبيرة ولونها أحمر، وجوه القلعة بيكون في عرش كبير وملك الهياكل قاعد على العرش وبيقول: أنا قد ما فكرت في الموضوع ده لسه مش فاهم، يعني إيه مستوى تصريح الدخول للأبعاد الأرضية هو المستوى الثامن، ويقدر أي حد من تحت المستوى ده إنه يجي هنا زي ما عملت أنا. الساحر ريال اللي مشهور بإنه تافه وشايف نفسه اتقبل برضه رغم إن هو مش من مستوى قليل، وجه هنا كمان، وفوق ده كله يجي هنا للمنطقة ويخلص على جوين. بيكون في قدامه راس هيكل عظمي شبحية. بيرد على الملك وبيقول له: حسب اللي قاله جوين قبل ما يموت هو كان بيحاول يتكلم، لكن الهجوم تم عليه بسرعة. مفيش شك خالص إن الساحر ده خطير،
اديني بس الامر وانا لانسلوت هروح واطير رقبته واقدمها لك يا سيدي. بيقول الملك في سبب واحد بيخلي واحد من مستوى عالي يجي هنا، الراجل ده زيي بيحاول يستولي على المكان قبل ما يتفتح تماما، وفي الحاله دي زي ما قلت يا لانسلوت اللي احسن اننا نتخلص منه، بس باعتبار ان الحكايه دي بره القلعه يبقى مفيش داعي نستعجل دلوقتي، واللي لازم نركز عليه هو الحصاد. حاجه مؤسفه اللي حصلت لجوين، وما نقدرش دايما نكسب حجاره معززه اكتر، واول ما يكتمل الحصاد هنهاجم الساحر. بيقول لانسلوت حاضر يا سيدي. بالمناسبه الظاهر ان في بشر دخلوا القلعه. بيرد الملك اراهن انهم من نفس اللعبه المزعجه مره تانية. سيبهم دلوقتي، السقف هيقفل قريب بكل الاحوال، ومعنى كده في اكل زياده لكاميلوت. وبره المكان ده بيكون في خفاش متوحش طاير في الهواء، وبتجيله ضربه بتفرتك له جسمه وبتخرج من الناحيه التانية. طبعا الضربه دي بتكون من بطلنا كيم عن طريق كره البولينج، وهو راكب في الطياره وعمال يبص للخفاش وبيقول لنفسه الظاهر انها بقت اقوى من الاوزان، كان لازم ارقي الاوزان بدل الكره دي. بينده عليه يونجو بيقول له سيد كيم، احنا تقريبا في المكان اللي قلت لي عليه، بس الهبوط دلوقتي هيكون صعب. بيرد لو عندك مشكله في الهبوط انا ممكن ببساطه استرجع الطياره للفضاء وهتلاقينا بقينا جوه الفضاء الفرعي. بيجاوب يونج الموضوع مش كده، بس في فارس هيكل عظمي بيحارب وحش تاني هناك. بيبص بطلنا وبيلاقي الفارس وسيفه بيخرج منه برق، وهو هاجم على بنته وبتخرج من ايديها طاقه البرق وهي بتواجه بوكس للفارس. بتطيره بعد كده في الهواء وبتلبسه في الحيطه. وهنا يونج بيقول دول هايلين، بس لو هبطنا دلوقتي احنا ممكن نضطر نواجه الوحشين دول. بيبتسم بطلنا وبيقول له فعلا يا سيد يونج، الاتنين دول بالنسبه لك وحوش مش كده؟ البنت دي هي اختي، وهي اللي خلت فارس الهيكل العظمي يطير في الهواء. بتكون سول ضغط على ايديها جدا، فبتقول غريب اكيد حاسه بتاثيرات الضربه بتاعتي، بس هو ليه مش عايز يموت مهما ضربته؟ طبعا يا جماعه سول لما كانت صغيره كانت بتتفرج على ماتشات الفنون القتاليه على التلفزيون وانسحرت بيهم على طول، وطبعا كان حظها حلو عشان عندها اخوها الصغير واللي كان بيطلب منها انها تلعب معاه، وكانت بتنفذ الحاجات اللي بتشوفها في الماتشات عليه. بتستغرب انه كان بيقع فورا رغم ان اللي في الماتشات بيستحملوا اكتر وما بيقعوش بسرعه، ورغم انها كسبت اخوها بس ما كانتش مبسوطه بالحكايه دي. اصل سول ما كانتش عاوزه تنتصر على خصوم ضعيفه، وده اللي خلاها تروح لملعب وتدور على خصوم اقوى. حتى العيال اللي كانوا في الحي وكانوا اكبر منها ب3 سنين ما قدروش يقفوا قصادها. طبعا باباها لاحظ موهبتها دي وقرر انه يدخلها لنادي فنون قتاليه، وهنا كانت اول خساره ليها، واتعلمت طعم الخساره ساعتها، بس ما كانتش ضعيفه خالص وبقى عندها روح تنافسيه عاليه وبنيه جسديه قويه. شغفها كان كبير، وبسبب موهبتها اتعلمت كل الفنون القتاليه زي الملاكمه والكيك بوكسنج والمصارعه والجوكتسو، وكسبت في المسابقات كلها. ولما بقت في اولى اعدادي ما كانش ليها اي منافس من سنها. شغفها خلاها تفضل تتدرب من غير ما تهدى ومن غير حتى ما توفر اي جهد، وبقى عندها ادمان على التمرين ووصل لمستوى خطير. وفي الاخر اتعرضت للاصابه بالرباط الصليبي في الركبتين، بس سول ما كانش عندها صبر في فتره العلاج الطويله وكملت التدريب وزادت الاصابات التانيه عندها. وبرغم كده كملت تدريباتها مره كمان قبل ما تتعافى بالكامل، والنتيجه كانت ان لما بقى عندها 24 سنه، والكلام ده كان من سنه واحده، ظهرت لاول مره كمقاتله محترفه. وطبعا كان ممكن تظهر بدري اكتر من كده، بس هنا بطلنا بيقول ممكن تنزل السقف شويه عشان اقدر ارمي كره البولينج. بيوافق يونج وهو بيفكر ان اخت بطلنا هي وحش وعلى الارض بينط الفارس بسرعه. يقف قدام سول وبيقول خليني اسالك على حاجه، انا ليه مش قادر اوصل لك بهجومي؟ بترد سول يعني مش واضح لك انت بطيء. بيكمل الفارس لا انا سرعتي مش قليله، الحكايه ملهاش علاقه بالسرعه، الموضوع ليه علاقه بالتقنيه، انت اكيد عارفه بشكل واضح نوع من التقنيه. بترد سول تقنيه؟ لا مش كده، انا بس ببص على كتافك والخصر بتاعك ووضعيه رجليك. بيرد الفارس فهمت، يعني الاساسيات هي اهم حاجه. انا اتعلمت حاجه جديده النهارده، وعشان اكون صريح معاكي لولا التسلسل الهرمي كنت هخسر قدامك. الاشخاص اللي زيك نادرين جدا، ولو رفعتي رتبتك قريب هتبقي اعظم فارس. بتساله سول يقصد ايه، فبيقول لها انا هسيبك تمشي دلوقتي، هو مش فاضي الوقت كتير، ولو ما هربتيش من القلعه فمفيش مفر من الموت. انا هتكلم مع ملك الفرسان عشان يسمح لك انت بس انك تمشي. هو في العاده بيكون ده مستحيل، بس دي خدمه صغيره ليكي عشان علمتيني اهميه الاساسيات. في اللحظه دي بتخبط كره البولينج في الفارس بتفرتكه حتت. بتبص لها سول مستغربه وبتقول معقوله كره البولينج دمرته كده؟ ازاي كره بولينج تقدر تدمر حاجه انا ما قدرتش ادمرها؟ وهنا بتطير الاحجار وبتروح ناحيه البوابه اللي مفتوحه فوق وبتخش جواها. بتبص سول للبوابه وبعدها بتظهر الهليكوبتر فوقها وبتنزل على الارض قدامها. بيفتح بطلنا الباب وبيخرج من الهليكوبتر وبيقول ازيك، بقالي كتير ما شفتكيش يا سول. بس هو ده اللي توقعته، انت لسه صامده. بتتصدم سول لما بتشوف اخوها، وبعد شويه بنشوفهم قاعدين مع بعض جوه الفضاء الفرعي والاكل قدام اخت سول وعمالين يبصوا لها. بتقول يون يعني القدره اللي كسبتيها انك تقدري تعملي حاجز غير مرئي، ولما الحاجز يكون موجود بتتحسن قدراتك البدنيه. بترد سول وبقها مليان اكل لا
القدرات كانت كويسة جدًا بشكل طبيعي، وما لهاش علاقة بالحاجز أصلًا، بتطلب منها يون تاكل على مهلها عشان هيبقى عندها عُسر هضم بالطريقة دي، فبيقول بطلنا: "وعمومًا حاجة كويسة إن إحنا ال3 استيقظنا وبقى عندنا قدرات وقدرنا نفضل عايشين لحد دلوقتي، أمّا دلوقتي بقى لازم نروح لمكان أخونا الكبير." تسأله سول: "استنى، هو أنت بتستخدم رموز الغش؟ أنت إزاي قدرت تعمل الحاجات دي؟" بيرد: "دي قصة طويلة لو هافسّرها لِك في كل حاجة، لكن دلوقتي كُلي وارتاحي. أنا وريتكم إزاي تستخدموا باكس، عشان كده تقدروا تطلبوا اللي أنتم عاوزينه، وسلموا على عيلة السيد يونج اللي موجودين هنا." بتسأله يون لو كانوا هيمشوا على طول، فبيقول لها بطلنا: "لازم نعمل كده، أصل السقف اللي في الجدار ده هيقفل قريب." تكمل يون: "صحيح، الجدار اللي كان بيتكلم عليه السيد سونج، أنا سمعت إن بينمو بس ما كنتش عارفة إنه هيقفل بسقف." بيرد كيم: "هو تقريبا هيقفل خلاص، يبقى لازم نستعجل، وأنا عايز برضو ألم شوية حجارة مانا لو قدرت، إحنا محتاجين نهرب من هنا قبل ما يقفل السقف." بيفتح البوابة فوقه وهو بيبص للسقف وبيلاحظ إنه تقريبا خلاص هيقفل، وفعلا بيقفل عليهم. فبيتصدم بطلنا، وبعد شوية بنشوفهم طالعين بالهليكوبتر وبيبتدوا يضربوا صواريخ على الجدار ده، لكن ما بتأثرش فيه خالص. بيفكر بطلنا إن الحكاية دي طلعت صحيحة عشان لو مهما الواحد ضربه مش هيتأثر، وإنه مش هيفتح مرة تانية. بيفكر لو إنه يدخله في الفضاء الفرعي، بس قبل ما بيقرر الحكاية دي بيقرر إنه يكون حذر في الحتة دي، عشان هو أصلا استخدم كل الأحجار عشان يزود حجم الشحن ويستقبل بعدها الهليكوبتر عنده، وساعتها هيبقى صعب يرفع المستوى دلوقتي. بيسأل نفسه لو إن قلعة بالحجم ده هيقدر يقبلها الفضاء الفرعي، والأهم من كده إنها ممكن تكون مش بس القلعة، لكن هيكون معاها كل منطقة يوليجرو. بتكون سول واقفة جوه الفضاء وبوابة مفتوحة ورا بطلنا، فبتقول: "إيه الحكاية تقلق؟ معقول الراجل ده كان كلامه صحيح؟" بيسألها بطلنا عن الراجل اللي بتتكلم عنه، فبتقول له سول: "الهيكل اللي دمرته قال لي إنه هيستثنيني عشان هموت لو فضلت هنا." بيسألها بطلنا: "هتموت إزاي لو فضلت هنا؟" بترد سول: "أنا مش عارفة، هو قال بس إنه هيكلم ملك الفرسان أو حد زيه ويخرجني من هنا." بيسألها: "وإيه اللي حصل بعد كده؟" فبتقول له سول إن ساعتها الكورة بتاعته ضربته ومات. فبيرد بطلنا: "ملك الفرسان الحيوان ده أكيد عارف حاجة، وما عندناش وقت كتير، بس إزاي ممكن نلاقي ملك الفرسان في يوليجرو؟" بيقول يونجو وهو مبسوط قوي: "ما تقلقش، 5 دقايق بس وهنوصل هناك." بيتصدم بطلنا وبيقول له يطير على مهله، لكن يونج بيتحرك بالهليكوبتر بسرعة رهيبة وهو فرحان قوي. وبنرجع دلوقتي لملك الفرسان اللي بيقول: "ليونيل مات من غير حتى ما يضرب ضربة واحدة." بيجاوب لانسلوت وبيقول له إنه الكلام صحيح، فبيكمل الملك: "بس ده مش شغل الساحر." بيقول له لانسلوت: "ليونيل قال لي قبل ما يختفي إن اللي شافه هو أكيد شغل الساحر." بيخبط الملك بإيده على الكرسي ويقول: "الحصاد قرب قوي، معقولة بيحاولوا يتدخلوا بالطريقة دي؟ هو من الأول عاوز يعطل الحصاد بتاعي، وباعتبار الحكاية كده يبقى مفيش داعي نستنى. هما فين دلوقتي؟" بيرد لانسلوت: "مفيش داعي تتحرك بنفسك يا سيدي، هما أصلا جايين هنا." بيستغرب الملك إنهم جايين في السكة، وبعد شوية بيسمع صوت الهليكوبتر وبيكون بطلنا في حالة صعبة جدا. بيشوفهم الملك وبيقول لنفسه: "بشر عاديين، هو مش ساحر." عموما هم جم دلوقتي للقلعة لوحدهم، وده هيوفر علينا الوقت عشان ندور عليهم، أو حتى يمكن مش هيقدروا يوصلوا لهنا، ساعتها ممكن الرجالة يتعاملوا معاهم. بره القلعة بنشوف بطلنا وهو بيفتح الباب وبيرجع وبيقول: "أنا مش هركب الهليكوبتر دي تاني، الدوخة اللي جات لي دلوقتي في مستوى تاني تماما." بتكون سول واقفة وراه فبتلاحظ حاجة قدامه، وهنا بطلنا بيسمع صوت وبيبص قدامه فبيلاقي خفاش عملاق بيهجم عليه. وهنا بتيجي سول وبتضرب الخفاش على وشه بالطياره اللي بعيد، فبيقع الخفاش على الارض من غير ولا حركه. بيشكر بطلنا اخته اللي بتقول له: "لا استنى، ده في كمان." بيسالها بطلنا في كمان من ايه، وبيبص قدامه بيسمع صوت ضحك، بتظهر عينين كتيره بتلمع في الضلمه زي عينين الخفاش اللي في الارض. فبيقول كيم: "سيد يونج، اعتقد انك محتاج تخش الفضاء الفرعي." بيوافق يونج على طول، وبتقول سول وهي فرحانه: "ايوه كده، الموضوع بقى منطقي اكتر، كان هيبقى عندي خيبه امل لو كان واحد بس. انا هخش الاول يا كيم." بيقول لها بطلنا تستنى، لكن هي مش بترد عليه، وبتنط في الهواء بتنزل على الخفاش برجليها بتدوس دماغه لدرجه انها بتحفر الارض بدماغه. بيهجموا بعد كده باقي الخفافيش عليها وبتبتدي تضربهم يمين وشمال وبتطيرهم بعيد، وطبعا بسبب عددهم الكبير وانها بتتعامل مع اللي قدامها بس، بيقدر واحد منهم يلف من وراها ويعضها في رقبتها، لكن قبل ما انيابه تغرس جواها بتمسكه من دماغه بترزعه في الارض بقوه رهيبه وهي بتبتسم. بيكون بطلنا واقف بيراقبها من بعيد وعمال يفكر ان اخته اكيد دلوقتي هتكون مبسوطه جدا، بس مش قادر يشوف احداث المعركه عشان في منهم كتير، وحتى لو كان عاوز يساعد بس هم فوق بعض، عشان كده ما يقدرش يبعت اي حاجه بشكل عشوائي. بيفتح الشاشه وبيقول لنفسه ان اكيد في طريقه ممكن يساعد بيها، وهنا بيظهر له المختبر الفرعي واللي بيساعده عشان يستخدم وظيفه التحول، بس تكلفته 250 حجر. بنرجع تاني لسول وهي بتضرب الخفافيش، وبعد ما بتخلص على واحد منهم بتقف وبتبص للباقي وبتبتسم لهم وبتقول: "يلا يا حبايبي، اللي بعده." "ايه انتوا بتبصوا على ايه؟"
بتبص وراها بتلاقي بوابة فتحها بطلنا وبيخرج منها جهاز كبير، بيكون هو نفسه الجهاز اللي بيطرد الحشرات واللي بيشتغل بالكهرباء، بس حجمه كبير قوي ورتبته نادرة. وطبعا يقدر بطلنا يدخل عليه الوصف بشكل يدوي، وبيكون بطلنا قاعد على كرسي جوه الفضاء وبيقول هايل، اكيد مفعوله كويس. بتبص له سول وبتسأل ايه يا كيم انت بتعمل ايه؟ فبيرد بطلنا وبيقول لها ان هو بيساعدها، وطبعا الخفافيش بيبتدوا يطيروا ناحية الجهاز وبيتصابوا بالصعقة وبيموتوا زي الدبان. تتعصب سول وبتقول انت بتساعدني؟ انت كده بتعطلني، انا لسه يا دوب ببتدي ودخلت في الايقاع، ايه اللي بيحصل؟ بيستغرب بطلنا وبيقول هو انت اتجننتي؟ ايقاع ايه؟ انت فاكره نفسك في بطوله؟ احنا محتاجين نخلص عليهم وبسرعه. بترد سول احنا؟ ما تبص لنفسك كويس وانت بتكلم اختك. وبيفضلوا يتكلموا، بيكون واحد زي لانسلوت واسمه ترستان عمال يراقبهم. بيروح بعدها للملك اللي بيقول ترستان انت متاكد من اللي قلته دلوقتي؟ بيرد عليه ايوه انا شفت ده بعناية من شويه، يعني جنب الساحر اللي بيستخدم الاداه في انسان تاني، والظاهر انه بيعادل مهاراتي. يقول له الملك يعني مش كفايه الساحر اللي احنا محتاجين نجهز له عشان يكون في مواجهه صعبه كمان مع انسان؟ لانسلوت انا مضطر اني استدعيك. بيرد لانسلوت انت متاكد من الكلام ده؟ اصل مقاتل من الرتبه السابعه يجي للارض، فالمقر مش هيسكت لو عرفوا بالموضوع ده. بيكمل الملك ما عندناش اختيار تاني، الساحر ده على الاقل من المستوى الثامن، ورغم انه من نفس الرتبه بس قوته احسن من قوتي، وفي الحاله دي لو هنتواجه ساعتها هخسر قدامه. وانت يا تريستان انا مش هنسى تضحيتك. بيرد عليه تريستان انا هنفذ اوامرك. بنشوف تريستان بيتحول لحجر وبيجي في ايد الملك اللي بيقول دلوقتي تعالى يا سيفي الاقوى اللي بيخدمني لانسلوت. وبنشوف الاحجار بتروح ناحيه لانسلوت وبتلف حواليه عشان تندمج معاه. وبنرجع للفضاء الفرعي وبنشوف بطلنا في المختبر وهو بيجهز طارد الحشرات الكهربائي، لكن بيعمله على شكل مضرب بيسبول. بتمسكه سول وبتقول كويس قوي، انت بقى صنعت ده بنفس الطريقه اللي عملت بيها الجهاز مش كده؟ بيرد كيم ايوه باكس اتخلص من باقي الحاجات بالطريقه المناسبه. بيوافق باكس وبتقول سول هو المختبر ده بيشتغل ازاي؟ عموما شكرا على سلاح العصايه الكهربائيه دي، هتخلي هزيمه الوحوش اسهل. بيرد كيم هو يمكن بقى اضعف عشان دمجناه الاداه المعززه مع حاجه تانية، بس هي الرتبه قلت لشبه نادر والخيارات كمان بقت اشاراتها سالب. بتكمل سول بس رتبه شبه نادر دي يبقى لسه نادر ولا ايه؟ عموما هيكون كويس في الضرب. بتكون سول بتهرش في رقبتها، فبيسالها بطلنا هي بتعمل كده ليه، وبيسالها لو الحشرات اللي عضتها في رقبتها او في حاجه زي كده. فبترد سول مش حشرات بس، وانا بحارب الخفافيش واحد منهم عضني في رقبتي. الموضوع كان عادي، بس بعد ما دخلت وخرجت للفضاء الفرعي بقى الموضوع مزعج شويه. هو انا لسه مش حاسه اني عايزه اتحول لمصاص دماء. يقول بطلنا الفضاء الفرعي لازم يمنع اي طاقه خارجيه، عشان كده لازم تبقي كويسه. بس قصدك ايه انك لسه مش حاسه؟ ترد سول يعني مثلا اني فجاه عاوز اعض رقبتك او مثلا عاوز اضربك من غير سبب. بيجاوب كيم ده طبيعي بالنسبه لك، عشان كده انا شايف ان مفيش مشكله. بتقول له سول لو اتحولت في يوم لمصاص دماء خلص عليا بسرعه وانا لسه انسانه، انا مش عايز ابقى وحش. وهنا بيسمعوا هما الاتنين صوت الملك اللي بيقول يا اهلا، يعني فكره ان ساحر مشهور هيزور مكان بسيط زي ده يبقى اركين لازم بتعيط دلوقتي. خليني اسالك على حاجه، ايه اللي جابك لمنطقه شخص تاني عشان تعمل كل الفوضى دي؟ بيبص له بطلنا بيقول له هو انت الملك؟ بترد سول يبقى مفيش داعي ندور كتير، هايل قوي. بيكمل الملك وبيقول لهم الاحسن انك تجاوب بشكل واضح، مش مهم لو كنت من اركين، انا ما عنديش حاجه اخسرها دلوقتي. بتسال سول هو ايه اركين ده؟ هو بيتكلم على ايه؟ بيشاور لها بطلنا انه مش عارف. بيكمل الملك انا اللي غبي عشان حاولت اتكلم، وباعتبار مش عاوز تتكلم يبقى لازم تموت هنا. لانسلوت اتصرف. بتفرح سول وبتقول ايوه كده توقيت ممتاز، كنت عاوز اجرب العصايه الكهربائيه دي، اوعى تتدخل المره دي. وهنا بتبص قدامها فبتلاقي لانسلوت بيهاجمها بسرعه رهيبه، لكن بتصد ضربته بالعصايه. وبتكون سول بتبص للعصايه وهي شايفه ان السيف هيكسرها، بتقول في سرها مضرب البيسبول اللي عززته بقدرتي باين انه هيتكسر. وفعلا بيتكسر المضرب وبترجع سول لورا. فبيستغرب بطلنا عشان معلومات العصايه انها كانت من مستوى شبه نادر بس اتكسرت بسهوله. فبتقول سول العصايه مش مشكله وهي مش سلاح ضعيف، بس الفارس ده قوي جدا. بالمناسبه يا جماعه صحيح ما تنسوش كلمه سر حلقتنا النهارده، كلمه سر حلقتنا هي لانسلوت. بيستغرب بطلنا عشان عارف اخته ما بتقولش على حد انه قوي، ومعنى كده ان الراجل اللي قدامه مميز فعلا. فبيقول انا كان عندي مشكله نقص في احجار المانا بسبب صناعه مضرب البيسبول ليكي، انت تقدري تحتفظي بده وتاكلي حجاره المانا كمان؟ بتستغرب سولو وبتسال انت بتتكلم عن ايه؟ هو مين عارف يلاقي اصلا احجار مانا؟ بيكون الفارس واقف قدامهم، وهنا بطلنا بيرمي عليه كرات البولينج وبيبتدي الفارس يضربهم ويقسمهم نصين. بيفضل بطلنا يضرب عليه كرات البولينج والفارس عمال يصدهم، وبطلنا واقف مصدوم من سرعته وقوته. هنا بتهجم سول ناحيه الفارس اللي بيحاول يصد كرة من ناحيه، فبتوصل له سول من الناحيه التانيه وبتضربه بوكس في وشه، فبيرد عليها بضربه سيف لكنها بتتفاداها في اخر لحظه.
وبتبتدي توجه له ضربات سريعة على وشه وجسمه. في اللحظة دي بتضربه كولة بولينج وبتطيره بعيد، فبيثبت نفسه في الأرض بس بيرجع لورا. وبعد ما بيقف بيبص لهم وبطلنا واقف عمال يفكر إن الكرة ضربته بقوة رهيبة بس ما سببتش حتى خدش صغير في درعه. بيعرف إن الوضع خطر أكتر من التنين كمان، والفارس اللي واجهه أول مرة. فبيعمل بطلنا استدعاء للفضاء الفرعي وبيتسحب هو واخته جواه. بيأمر الملك لانسلوت إن يلحقهم. تتعصب سول وبتقول: هو أنت بتعطلني عشان حجر منى واحد؟ بيرد بطلنا: الحكاية مش كده، بس أنا شايف إنه خطير. هو لسه واقف بشكل طبيعي حتى بعد ما صابته كرة البولينج. ده مش شخص نقدر نتعامل معاه بأي طريقة. وهنا بيهجم الفارس وبيضرب بسيفه ناحيتهم، فبيتخض بطلنا من قوة الضربة، لكن ما بيقدرش الفارس إنه يخترق البوابة. بيكونوا واقفين مصدومين من قوته، بس بطلنا بيكون شايف إنه من المسافة دي ممكن يعمل حاجة. بتكون الدرونات طايرة حواليه وبيبتدي بطلنا يضرب الكرات، بس الفارس بيصدهم بسرعة رهيبة جدا بسيفه. بيقول بطلنا لنفسه: هو ده ممكن فعلا؟ ده قادر يصد الكرات اللي بتتضرب عليه بشكل مباشر. بنشوف الكرات بتتكسر نصين وبتقع في الارض. فبيقول الملك: ايه المسخره دي؟ مستخبيين ورا بوابه بعديه وبتضربوا علينا العناصر بس. لكن مش مشكله، ما اقدرش اقول اني مش فاهم. طالما القتال بين شخصين من المرتبه الثامنه يبقى افتكرتوا نفسكم انكم مش هتخسروا، مع ان الصحراء اقوياء. بس انك تشوف نفسك ده اكبر غلط بالنسبه لكم. ولانسلوت هو مقاتل من المرتبه السابعه والمناعه ضد الهجمات زيكم. انا هواجه عقوبات من المقر عشان استدعيت مقاتل من المرتبه الثامنه، بس انا قلت لك اني ما عنديش حاجه اخسرها دلوقتي. استثمرت كل حاجه عندي عشان اوصل لهنا، ولو ما قدرتش استدعي لانسلوت فاحتمال الموت كان ممكن. عشان كده الاحسن اني اواجه عقوبات المقر. بس انا دلوقتي حاسس بخيبه امل بعد ما شفت العرض ده. هنا بيلاحظ الملك ان في كرات كتيره مرميه في الارض، فبيستغرب من عددهم، وبيكون شايف ان بطلنا ما بيستخدمش السحر انما بيستخدم العناصر بالطريقه دي، وكده هيكون اقل كفاءه من السحر. بيكون لسه الفارس عمال يضرب الكرات وبطلنا عمال يفكر هيتعامل معاه ازاي. اصل لو عاوز يعزز او يصنع اسلحه فالحكايه دي صعبه، مع انه خلص على وحوش كتيره قبل كده. بيفتكر الحاجات اللي عملها اخر مره زي مختبر الفضاء الفرعي وطارد الحشرات، وبيكون عارف ان كلهم تكلفتهم عاليه، وده بسبب ان مستواه في الفضاء الفرعي بقى اعلى، خصوصا لو عاوز يصنع اسلحه. وباعتباره انه استخدم اغلب احجار المانع عشان يصنع الاسلحه، يبقى مفيش قدامه طريق الا انه يستخدم اللي عنده عشان يخلص على الفارس. بس المشكله ان اقوى حاجه عنده هي كره البولينج، وشاف لغايه دلوقتي انها ما بتعملش حاجه معاه. هنا الملك بيؤمر لانسلوت انه يقف، وبرضه بطلنا بيخلي باكس يقف. بيقول الملك: انت مش ساحر، انت انسان بس بتقدر تنسخ العناصر مش كده؟ ايوه طبعا، مستحيل يجي ساحر لمكان زي ده. دلوقتي كل حاجه بقت واضحه. هو انت اصلا فاهم القدره اللي عندك؟ لانسلوت، نزل سيفك. دول مش سحره، دول مجرد شركاء شغل محتملين. بيوافق لانسلوت وبيحط السيف في الغمد بتاعه، وبطلنا مستغرب من كلمه شركاء في الشغل. برضه سول بتكون مستغربه من الكلام ده، فبيكمل الملك كلامه: يمكن لسه مش فاهم حاجه، انا هشرح لك دلوقتي. فرسان الهياكل العظميه اللي قابلتهم في طريقك وانت جاي هنا خلصت عليهم وكسبت منهم احجار التعزيز مش كده؟ القلعه دي هي عنصر اسمه كاميلوت، وتقدر تعمل احجار التعزيز قصاد الكائنات الحيه. طبعا احجار التعزيز في الاساس بتحسن العناصر وبتزود من قدراتها، لكن ممكن تستخدمها برضو على العناصر اللي عندها قدرات خاصه. يعني مثلا لما تستخدمها على كاميلوت تقدر تستدعي وتتحكم في 12 فارس مرتبطين بيها، ومن ضمنهم الفارس السابع لانسلوت اللي واقف قدامك دلوقتي. انما الحاجه المهمه ان احجار التعزيز ليها قيمه عاليه، وانت عندك في القدره انك تنسخها. ايه رايك بقى لو انضمينا لبعض ونسخنا احجار التعزيز؟ دي هتكون فرصه العمر. هو الموضوع هياخد شويه وقت في الاول، بس الحكايه دي مفيش مفر منها، وده بسبب طبيعه العنصر واللي بيستهلك كائنات حيه في القلعه عشان ينتج احجار التعزيز. لكن مجرد اما نبتدي في الانتاج انا هضمن لك ان كل حاجه هتبقى سهله. ومش بس كده، لو طلبنا من الناس دول معالجتها كمان هيبقى. بس قبل ما يكمل كلامه بيقاطعه بطلنا وبيقول له وهو بيعيط: يا ملك الفرسان، العنصر اللي بتشتغل فيه انا ممتن ليك قوي، بسببك كل حاجه اتحلت. باكس، حط كاميلوت في الفضاء الفرعي. بيستغرب ملك من كلامه، وفجاه بيلاقي نفسه واقف بره والقلعه اختفت كلها. بيبص حواليه وبيقول: هو ايه اللي بيحصل هنا؟ بيرد كيم: معقوله كانت بالحجم الصغير ده؟ بتقول سول وهي بتشاور على ايد بطلنا: زي ما تكون لعبه دلوقتي. وبنشوف كاميلوت اتحولت لحاجه صغيره في ايد بطلنا، فبيتعصب الملك وبيقول: ازاي يتجرأ شخص من الرتبه التاسعه الوضيعه ويسرق ثروتي كلها؟ وهنا بتظهر طاقه في ايد الملك بيضربها ناحيه كيم وبتوصل للبوابه، بتضرب في البوابه وبتعمل انفجار رهيب. وبعد ما الدخان ما بيروح بيقول بطلنا للفارس: انت كان اسمك لانسلوت مش كده؟ يا ترى تقدر تخلص على ملك الفرسان عشاني؟ بيرد الفارس: حاضر يا سيدي. بيبص له الملك مصدوم وبيقول له انه يستنى، لكن لانسلوت مش بيديله فرصه وبيضربه بالسيف ضربه بتخلص عليه. بنشوف جوهر الملك بيتكسر وبعدها بيتفرتك. بيختفي بعد كده الملك وبيقع حجر لونه ذهبي على الارض.
بيشيلوا لانسلوت من على الارض، وبيظهر على الشاشه ان في وقت نقل لانسلوت ملكيه الحساب البعدي التابع لملك الهياكل، اتنقل الحساب دلوقتي لمالكه الاصلي كيم، وانه هيتم فتح حساب الابعاد بشكل مبكر. وبيظهر حساب بطنه وبيكون عنده اكتر من 3000 حجر. بتيجي اخته وبتبص للشاشه وبتقول له استنى استنى، 1000؟ بيستغرب بطلنا منها وبيقول لها 1000 ايه؟ بترد لو عندك ضمير انت لازم تديني اقل حاجه منهم 1000 عشان انا انقذت حياتك، ولا نسيت؟ بيقول لها كيم انا مقدر ده، بس 1000 مش كتير؟ مش حاسه انك جشعه شويه؟ لو عاوزه نتكلم في المنطق بتاعك، انا اللي صنعت لك الاسلحه من احجاري الخاصه، خلينا نتفق على 500. بتساله سول هو انت بتقارن حياتك بالاحجار؟ بيرد بطلنا ايه؟ ما سمعتش، انت عايزه تمشي من الفضاء بتاعي؟ بتتلخبط سول وبتقول له هي دي طريقه التفاوض يعني؟ مش هتديني 500 وقاعد بتتريق عليا عشان انا بخيله؟ خلاص ماشي اديني ال 500. بيديها بطلنا فعلا ال 500 حجر وبيقول لها ايوه كده، لازم تقبلي وانت ممتنه ليا كمان. بترد سول ايوه بس انت هتعمل ايه بالشخص ده؟ بيكون واقف لانسلوت قدامهم وبيقول وهو بيمد ايده بالحجر الذهبي اللي جابه ليه سيدي انا نفذت امرك وطيرت راس ملك الفرسان. طبعا بطلنا في الاول فكر انه لو شرح للناس اللي جوه ان الفارس ده مش خطير، بس مين اللي هيقبل انه يعيش مع فارس هيكل عظمي؟ لكن عشان يكون قاعد جوه الفضاء الفرعي هيحس بالملل. فاللي ظهر ان جونج بنت يونج حابه الفارس وبنشوفها بتلعب معاه وهو شايلها على كتافه. وهنا بتقول مامتها انا مش عارفه اعتذر ازاي، اصل بنتي مش من عوايدها تعمل كده، انما الظاهر ان لانسلوت عجبها. بيرد لانسلوت مساعده حلفاء سيدي هي في الاساس مساعده لسيدي، ومن واجبي والشرف ليا اني اكون في الخدمه. بتكمل الام انا خايفه انها تفضل تضايقك عشان تلعب معاها. بيقول يونج هي بنتي زهقت من اللعب معايا ولا ايه؟ بترد مراته بص يعني رغم كده هو بيخلي باله منها وبيمسكها عشان ما تقعش او تلمس سيفه. بيكونوا بطلنا واخواته واقفين بيتفرجوا عليهم وبتقول يون يعني لما يكون باللطف ده يبقى مين فينا مش هيحب شخص زيه؟ بيسأل كيم شخص زيه؟ هو ينفع يتقال عليه انه شخص وهو مش من الارض؟ بترد يون ده مجرد تعبير مجازي. بالمناسبة انت هتروح لدوبونج دلوقتي؟ بيرد ايوه لازم نروح لبيت اخويا الكبير اللي اتجوز هناك. بتقول يون انت بتتعب كتير على فكرة، بس اعتقد انك مش ناوي تمشي على طول ولا ايه؟ انا ما شفتكش بتستريح في الايام اللي فاتت خالص. انا عارفه انك مستعجل بس هتعمل ايه لو انهارت؟ ايه رايك ناجلها لغايه بكره الصبح؟ بيبص بطلنا ناحيه يونج وعيلته وهم بيتكلموا وبيقول لبنته انه عاوز يلعب معاها دلوقتي، لكن بنته بتقول عليه انه بقى ممل. فبيقول كيم هو لو هنتحرك بالليل هيكون الوضع خطر. بعد شويه بتنام جونج وبيشيلها باباها على ظهره وبيبص ناحيه بطلنا وبيقول له تمام مفهوم، انا هجهز نفسي عشان اتحرك الساعه 6 الصبح. بيرد كيم بعد اذنك حاول تستريح كويس النهارده. بتقول لهم سول يعني بعد كل الدوشه اللي عملتها وانها مش عاوزه تلعب معاك يا سيد يونج في الاخر نامت وقدرت تشيلها حتى من غير ما تصحى؟ بيبص بطلنا ناحيه لانسلوت وبيقول له دلوقتي خلينا نشوف مكان عشان انت كمان تستريح. وبيفتح بطلنا ايده بيكون فيها كاملوت وبتظهر المعلومات عنها انه يقدر يعملها بالحجم اللي هو عايزه، وان وصفها هو قلعه الفرسان. بتكون الخيارات بتاعتها انهم يضحوا بالدم، وعن طريق التضحيه دي بيتم انتاج حجر التعزيز، او ممكن يستدعي الاشباح او يرسم الفرسان، يعني يخلي الاشباح تبقى فرسان. وكل حاجه ليها تكلفتها الخاصه. بس بطلنا بيكون عاوز يتاكد من حاجه واحده بس، واللي هي انه يقدر يعمل القلعه بالحجم اللي هو عايزه، بس مش بيكون باين انه محتاج احجار قد ايه عشان خاطر يحدد الحجم. بيكون عاوزها كبيره لدرجه انها تتسع ل 12 واحد عشان يعيشوا فيها. بيسال نفسه لو كانوا 300 حجر كفايه. وبعد ما بيصرف ال 300 بتظهر القلعه قدامهم وبيقول لازم يكون المكان ده مناسب ليكم انتوا ال 12، وده عشان تعيشوا فيه مش كده؟ بيرد لانسلوت مفيش مشكله بالنسبه لينا، لكن هو صغير جدا لمقام سيادتكم. بتتصدم سول وبتقول لو ده كلف 300 حجر يبقى ملك الفرسان كان دافع قد ايه؟ بيرد لانسلوت ما اقدرش اتاكد من الموضوع ده، بس يمكن حوالي 10000 على اقل تقدير. بيفكر بطلنا ازاي قدر يخزنه في الفضاء الفرعي بكل سهوله حتى من غير الاثار الجانبيه اللي كانت بتحصل له لما خزن الحاجات التانيه، وده عشان هو في الاساس كان صغير. فبيقول لسول بالمناسبه انت مش عايزه تروحي وتستريحي؟ اصل يون راحت تنام. بترد سول في حاجه شخصيه عاوز اسالك عنها وكنت مستنيه اللحظه المناسبه، ودلوقتي بقى مناسب. لانسلوت انا عندي طلب، انا كنت براقبك في المعركه ولقيت ان اسلوبك في استخدام السيف هايل قوي، يا ترى تقدر تعلمني؟ بيرد لانسلوت موافق، ممكن اطلب كمان حاجه؟ التقنيه اللي استخدمتيها قبل كده ممكن تعلميني الحركه دي؟ بتفرح سول وبتقول له الراجل ده عنده بعد نظر، بس بقول لك ايه انا تدريبي صعب قوي، يا ترى هتقدر تتعامل معاه؟ انا ممكن اعلمك دلوقتي لو عاوز. ايه رايك مثلا نبتدي بجلسه تدريب بسيطه؟ بيوافق لانسلوت على طول وبتضحك سول وهي معجبه بحماسته جدا. وفعلا بطلنا بيسيبهم يتدربوا وبيروح عشان ينام، وبكده لانسلوت اصبح حليف ليهم. ولهنا بتكون خلصت حلقتنا النهارده.